مسلسل صلاح الدين الحلقة 46. سجن بورو ونجل عموري. تمكن إعلان مسلسل صلاح الدين الحلقة 46 أن يلفت انتباه عدد كبير من الجمهور بسبب أحداث المسلسل المفاجئة وغير المتوقعة، ومنها سجن بورو ونجل عموري يتنازل عن القدس بعد وفاة والده. يحظى مسلسل صلاح الدين الأيوبي بشعبية وجماهيرية كبيرة في الوطن العربي وليس في تركيا فقط، والذي استطاع أن يكون من ضمن المسلسلات التركية التاريخية الأعلى مشاهدة وحاز تقييمات عالية من قبل جمهوره ومتابعيه. إعلان مسلسل صلاح الدين الحلقة 46. جاء في إعلان مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 46 ظهور صلاح وهو حزين على رحيل نور الدين زنكي ليتم إخباره أنه لا يوجد مكان للسلطانين، فهل سيكون صلاح هو السلطان التالي أم ستكون هناك صراعات على السلطة؟ وإذا عدنا للتاريخ فإن صلاح الدين تزوج من عصمة خاتون أرملة نور الدين زنكي من أجل تولي العرش، فهل هذا ما سنشاهده في الحلقة المقبلة؟ أم سيكون هناك سيناريوهات أخرى وأحداث تشويقية مثيرة؟ سايرة تسجن بورو ونجل عموري يتنازل عن عرش القدس. ويظهر في إعلان الحلقة الجديدة وضع بورو في السجن بعد القبض عليه في قلعة إيلا بمكيدة من سايرة، الأمر الذي يقلب الأمور رأسا على عقب خلال أحداث المسلسل. فهل ستقتله سايرة أم ستقع في حبه وتنقذه؟ أما بالنسبة لعرش القدس فبعد وفاة الملك أماليرك عمور الأول يتولى نجله الصغير بلدوين عرش القدس، ولكن إصابته بمرض الجذام يجعله يتنازل عن العرش، فهل سيتولى بليان عرش القدس أم الأمير غي؟ ملخص الحلقات السابقة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي. تمكن صلاح الدين من إنقاذ شمسة مما يعمق مشاعره تجاهها، ولكن هذه اللحظة السعيدة تظلم بسبب وصول الأسطول البيزنطي إلى دمياط. ينطلق صلاح الدين لوقف تقدم الجيش البيزنطي، وتكون سيرة هي من سيساعده في هذه المهمة. في هذه الأثناء يقرر السلطان نور الدين تنظيم حملة لتكون بجانب صلاح الدين، ومع ذلك تحاول قوات العدو إعاقة تقدم نور الدين. وعندما تقترب جيوش الصليبيين من أبواب القاهرة ستحدث مفاجآت مذهلة بعد اللقاء الحاسم بين صلاح الدين والملك أمالريك. مسلسل صلاح الدين الحلقة 43 كاملة ومترجمة. صراعات جديدة تواجه الوزير وشمسة تغادر القاهرة. بورو في مسلسل صلاح الدين. في هذه اللحظة يبقى السؤال الأبرز: هل سيتمكن صلاح الدين من حماية مصر؟ أم أن هذه الحملة ستكون نهاية حلمه في القدس؟ هل يسعى الملك أمالريك والجيش البيزنطي لاستعادة مصر؟ يعمل الملك أمالريك مع الجيش البيزنطي على خطة جديدة لاستعادة مصر. بليان يحاول إنقاذ ابنه. وفي الوقت نفسه تصل رسالة مفاجئة إلى بليان مما يخلق موجة من الحزن في القدس، وإصابة الأمير بلدوين بمرض الجذام تكون بمثابة كارثة للعائلة المالكة. بينما يستعد الملك أمالريك للقتال مع جيشه، يضطر أيضا إلى مواجهة مرض ابنه الذي لا يجد له علاجا، وأملهم الوحيد في علاج بالدوين يكمن في صلاح الدين والطبيب لطيف. ويتعين على أمالريك اتخاذ قرار حاسم، سواء لاستعادة مصر من خلال فتح القاهرة أو لإنقاذ صحة ابنه بلوين. فهل سينجح أمالريك في إنقاذ القاهرة وابنه معا؟ أم سيخسر الاثنين؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون في الحلقة 46 من فتح القدس. صلاح الدين الأيوبي. وفاة السلطان نور الدين زنكي والملك عموري. ونرى في نهاية الحلقة نهاية الملك أماليرك عموري بعد قتله، ووفاة نور الدين زنكي على سريره بعد خوضه معركته الأخيرة. فهل ستكون صراعات على السلطة بعد وفاتهم؟ هذا ما سنراه في الحلقة الجديدة. موعد عرض صلاح الدين الأيوبي الحلقة 46.
ويبحث الجمهور ومحب المسلسل التار